رأيت أن أبدأ كلمتي بالأمانة التي حملتها من هذا الرجل لكي أنقلها لكم رسالة واضحة تعكس الأمل والعمل من أجل مصر، وليس من أجل شيء إلا مصر، كما حملني رسالة لشباب مصر فقال لي: عليك أن تقول لشباب مصر في دمياط في مدينة شرباص في مدينة شرباص أن شباب مصر في دمياط وشرباص هم نصف الحاضر وكل المستقبل، ونحن نعمل لهم ونعمل من أجلهم، وإن كنا قد وضعنا رؤية لمصر نعمل فيها معا، فإنما هي لشباب مصر لأنهم هم المستقبل. أوصاني أن أؤكد لشباب مصر في محافظة دمياط وعلى أرض مدينة شرباص